دلوقتي احنا هنعمل اللحمه، نعصج اللحمه علشان خاطر نحشيها في البطاطس. فاحنا كنا عصجنا اللحمه قبل كده وانا هوريها لكم تاني برضو على السريع كده، مش هناخد فيها وقت كبير، بس عشان خاطر برضو ايه البطاطس شفتوها من الالف للياء. اللي ما شافش الفيديو اللي فات ما شافش العصاج بتاع اللحمه يبقى هيشوفه تاني برضو. بس كل مره بتعملي فيها الاكل بتلاقي بطريقه مختلفه عن التانية، وكل اكله بتعمليها بيبقى لها طريقه برضو. يعني العصاج بتاع البشاميل كان ناعم في ناعم كله مع بعضه، العصاج بتاع اللحم البطاطس المحشيه مش هيبقى برضو ناعم في ناعم قوي، يعني عشان ده لسه هنحشي بيه هيبقى مختلف شويه. فاحنا مع بعض دلوقتي هنشوف الاختلاف هيبقى في ايه، وربنا ييسر بقى مع بعض كده وهنشوف خطوه بخطوه. احنا قلنا اهم حاجه يكون الإيدام سخن، شايفين؟ يعني حتى لو انتوا سامعين الصوت معايا هتلاقوه الصوت واضح عمال بيطشطش. هننزل باللحمه المفرومه الاول. دلوقتي احنا قلنا هنعصج اللحمه المفرومه، حطينا الإيدام وسخناه، وبعد كده نزلنا عليه باللحمه المفرومه اهي على طول لغايه لما بقت بالمنظر ده، وفضلنا معاها واحده بواحده كده لغايه لما نزلت الحاجات الغريبه اللي فيها. مش عايزين نقول حاجه وحشه بس عشان ده اكل. وبعد كده اول حاجه بنعملها بعد كده بننزل عليها بالبهارات. ايه هي البهارات بقى عشان تاخد الريحه بقى والطعم؟ هننزل بمعلقه بصل بودر، المعلقه الصغيره دي معلقه بصل بودر معانا، المعلقه شايفينها معلقه صغيره خالص، معلقه بصل بودر اللي هو اللي لونه غامق، ومعلقه توم بودر اللي هو لونه فاتح، ومعلقه 7 بهارات الشرا من عند العطار تقولي له عايزه 7 بهارات، ونص معلقه من الحبهان المطحون، المعلقه الصغيره اللي انا وريتها لكم دي، ومعلقه ونص فلفل اسود، يعني فلفل اسود مهم مع اللحمه، ومعلقتين من الملح، وطبعا لسه هندوق بعد كده لسه العصاج، ومعلقتين بابريكا. تمام، وهنقلب. الريحه بدات تطلع من قبل ما نحط لها اي حاجه، ومع بعض واحده واحده بقى هنشوف هنحط ايه تاني على اللحمه المفرومه. اول حاجه هنعملها بعد المرحله بتاعه البهارات هننزل بالبصل. بصوا على البصل قد ايه، بصل ياما. اللحمه بتحب البصل، اللحمه والفراخ بيحبوا البصل، واللي ما بيحبش طعم البصل وهو بياكل او يحس في بقه بصل نضربه ناعم في الكبه بحيث ان هو يبقى يمتزج مع اللحمه وما يبانش، يدي طعم وريحه وما تحسيش ان بتبقى قاسي بصل. اللي بيحب البصل بقى يبقى يكتره ويكبره براحته، كل بيت على حسب طبيعته في الاكل. شايفين؟ نفضل نقلب فيها كده شويه، وبعد كده نروح نازلين بها عليها بقى بايه؟ بقيه الخضار اللي هو بياخد سوا برضو. البصل بياخد سوا شويه. في عندي جزرايه الا ربع مبشوره برضو او نص جزرايه، تدي برضو تسكيره للحمه. العصاج بيبقى طعمه حلو مع الجزر. وهنا قطعتين من الفلفل الالوان برضو بيدوا طعم وريحه. والمعلومه المهمه اللي عايزه اقولها لكم، كل حاجه لها لون بتحطوها في الاكل بتدي طعم وبتدي فوائد. سبحان الله، كل لون من الخضار له فايده غير التاني. يعني كل ما تكتري الوان في الاكل كل ما تحس ان الاكل ايه بقى مفيد وبقى طعمه حلو وفيه كل حاجه كويسه للجسم. بص انا حاسه ان السمنه بقت قليله، نزود سمنه شويه. عشان الخضار بيبقى محتاج برضو يستوي، فالسمنه كده حاساها قليله فزودنا حبه مفيش مشكله. وانت برضو بتشتغلي عينك معاكي، حاسه ان الاكل محتاج ملح، محتاج سمنه، محتاج خضار، انت عينك برضو معاكي في الاكل وانت بتعملي. خلاص نروح حاطين عليها بقى ايه؟ الطماطم. ودي اخر حاجه هنحطها على العصاج وهو بيتعصج. اللحمه بنعصجها بنحط لها جزر مبشور، بنحط لها فلفل الوان، ونحط لها النار عاليه، نحط لها طماطم اهي. خلاص وهنوطي عليها بقى ونسيبها مع نفسها كده، مش هتاخد وقت كتير يعني 10 دقايق، لانها لسه هتتحط جوه البطاطس ولسه هتدخل الفرن تاني. يعني دي في مرحله تانيه للتسويه كده. خلاص احنا هنغطي الحله ونسيبها بقى، نوطي عليها النار ونسيبها.
ونشوف بقى هنعمل ايه في المرحله اللي بعد كده. دلوقتي بقى احنا خلاص كده طفينا على اللحمه، اتعصجت هي معانا خلاص. بصوا بقت عامله ازاي، ريحه وطعم. انا زودت لها سنه ملح عشان خاطر حسيت ان هي محتاجه ملح، بس هي كده بقت ايه جميله جدا اهي. هندخل دلوقتي بقى في المرحله اللي بعد كده، هنحمر البطاطس. البطاطس اللي احنا كنا مقورينها حطيتها في مصفى وصفيتها علشان خاطر ما احطهاش في الزيت وهي سخنه وهي فيها ميه تطشش عليا. فاول حاجه هعملها دلوقتي هحمر البطاطس اللي انا قورتها. شايفين؟ هسيبها كده لغايه ما تاخد وش، وبعدين اقلبها، وبعد كده اطلعها على ايه، على مناديل. وبعد ما اخلصها خالص هكون برضو مصفيه الحشو بتاعها. البطاطس اللي طلعت من جواها الحشو ده ما برميهوش ولا بعمل ايه، بحمره هو كمان، بس بكون مصفيه برضو في مصفى. طول ما انا بحمر دول هم محطوطين في مصفى يصفوا ميتهم، على ما اخلص هيكونوا ما فيهمش ميه، اروح واخداهم هم كمان محمراهم. وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. دلوقتي احنا خلاص خلصنا حمرنا البطاطس، او مش حمرناها احنا، بس ايه حطيناها في الزيت كده ما خدتش لون. حتى انا هوريها لكم دلوقتي، شوفوا اللون، عشان هي لسه هتتحشى باللحمه المفرومه وهتدخل في الفرن تاني وهتستوى تاني، فدي مش التسويه الاخيره بتاعتها. بصوا لونها يا دوب بس تبيض كده او تصفر، والقلبها اهو برده ايه اتحمر خلاص كده بقى تمام التمام. دلوقتي بقى احنا هنعمل بقى شويه بتنجان بقى بالراحه. دلوقتي هنقلي شويه بتنجان وفلفل عشان نعمل شويه ايه سلطه جنب الاكل بدل بتنجان مملح. هنشوف هنعمل ايه. طبعا الزيت سخن، شايفين؟ هقليه وارجع لكم تاني. دلوقتي العصاج اهو برد معانا، واللحمه البطاطس حمرناها اهي، ويا دوب مش حمرناها، يا دوب بس اصفرت كده وطريت، لانها لسه هتدخل الفرن تاني هتاخد سوا تاني، فمفيش داعي ان احمرها وتاخد لون في الفرن. وهنبدا بقى ايه نحشي البطاطس بالعصاج. شايفيني اهو، حاولوا على قد ما تقدروا تملوها لحمه، لان دي بطاطس باللحمه مش هتعرفوا تاكلوا حاجه جواها غير اللحمه عشان يبقى طعمها حلو. كده كده اللحمه عاملينها بالزياده، لان ارض الصينيه هيبقى فيها بطاطس محمره، وهنحط كمان معاها بقيه اللحمه. يعني ما تعمليش اللحمه على قد البطاطس اللي هي هتحشي بيها بس. شايفين؟ هنحشي البطاطس كانك بتحشي بتنجان بالظبط اهي. هتملي البطاطسايه لحم. عاملين الفتحه بتاعتها رفيعه عشان اللحمه تبقى جواها كلها اهي. شايفين اهي. ناخد واحده تانية اوريكم برضه بتتحشى ازاي. تمشي المعلقه عشان ما يتهدرش ويقعد يقع منك. اللي هتحطيه في المعلقه ولا هيدخل جوه ايه البطاطسايه. وتزقي بايد المعلقه تدخليها كده، هي دخلت لوحدها اللحمه اهي. شايفين؟ بايدك برضو بتلمي بايدك من فوق اهي، وتروحي مدخلها بايد المعلقه. وهكذا هنفضل نعمل كده لغايه لما نحشي البطاطس كلها. عشان بس ما اطولش عليكم، انا حشيت قدامكم 2 اهم، هروح احشي بقيه البطاطس وارجع لكم تاني. دلوقتي احنا البطاطس بعد ما حشينا البطاطس بالعصاج، هنحط الصينيه بقى على النار اللي هنعمل فيها، وننزل ايه ببصله مفرومه. برضه هندبل البصله الاول. شوفوا بعد كده الخطوات هتبقى ازاي. تمشوا على الخطوات دي بالظبط هتطلع معاكم احلى صينيه بطاطس باللحمه محشيه لحمه مفرومه. يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك عليه
وتشيروه لاصحابكم، واللي يعجبه يعني يعني يسيب لي كومنت، يا ريت ما يكونش محظور ويكون يعني خاص بالفيديو، وربنا ييسر الامور ان شاء الله وتعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي فصين الثوم مفرومين، خلاص كده يا دوب الثوم بس منه هو بس مفرزاه انا، فهو يا دوب يفك. وهنعمل ايه بقى على طول؟ هنروح نازلين بالبطاطس اللي طالعه من قلب البطاطس اللي احنا كنا بنحشيها وحمرناها او صفرناها، يعني ما بتسمرش، ونقلبها معاها. نوطي النار في المرحله دي شويه لان هنا مفيش اي سوائل. هننزل بقى هنا بايه؟ باللحمه المفرومه اللي متعصجه اللي اتبقت مننا من حشو البطاطس، بالبطاطس المستويه. شايفين البطاطس اللحمه المفرومه اللي اتبقت قد ايه؟ كل ده برضو يعتبر بطاطس ومحشيه، برضو يعتبر بطاطس محشيه برضو نفس الطعم. ودلوقتي هنحط عليها صلصه وهتشوفوا الجمال. احنا لسه لا حطينا ملح ولا حطينا اللحمه، طبعا متعصجه محطوط عليها ملحها، لكن البصل والبطاطس اللي تحت دي معلهاش ملح، والبطاطس اللي هنحطها فيها اللي هي حشيناها برضو مفيهاش ملح، فاحنا هنحط شويه ملح وشويه فلفل علشان البطاطس اللي تحت. احنا قايلين ايه؟ كل حاجه نملحها ونديها حقها في التمليح. متنسوش برضو ان احنا لسه هنحط طماطم، والطماطم عايزه ملح. بعد ما هنخلص برضو اللي احنا بنعمله ده هندوق خطوه خطوه كده، ندوق علشان لا الاكل يطلع مننا حادق ولا عادي. تمام. متنسوش كمان ان اللحمه مستويه والبطاطس مستويه وكل حاجه مستويه، ولو على البصله هي كده كده لسه الصينيه هتدخل الفرن تاني، فمفيش داعي تسيبيها على النار كتير. نبدا بقى نحط الايه؟ الصلصه. لما مسبكين الصلصه من الاول ضربنا في الخلاط وحاطين لها بنجر برضو، شايفين لونها بيبقى عامل ازاي؟ قلنا البنجر ده بيخليها مسكره وفي نفس الوقت حمراء وفي نفس الوقت كله حديد هيموجلوبين، عشان خاطر الاطفال اللي هم على طول بياكلوا في البطاطس وما بيرضوش ياكلوا حاجه تانية كده عشان خاطر جسمهم كده، بقى اكلتيهم وغذيتيهم. علي بقى النار شويه تغلي، هنحط لها بقى شويه ميه علشان خاطر تعمل صلصه، عشان نبدا بقى نرص فيها البطاطس اللي احنا حاشينها اللحمه مفرومه. طبعا مش هندوق دلوقتي لان لسه هنحط ميه. دقنا دلوقتي ولقينا نحط مظبوط وقلنا خلاص كده تمام، احنا هنحط ميه تبقى عايزه ملح واحنا مش حاسين، يبقى ندوق بعد ما نحط الميه. شايفين لونها فتح؟ ممكن في المرحله دي ممكن نحط معلقه صلصه، او ممكن نحط معلقه صلصه اللي هي في البرطمانات يعني، او ممكن نحط معلقه صلصه من بتاعتنا الحمراء الحلوه دي، او هي كده كده لما هتغلي وتقعد معانا وتتسبك هتلاقيها غمقت ولونها احمر تاني، فما تستغربيش يعني. بدات ايه؟ تغلي. اول ما هتلاقيها بتغلي بقى هنبدا نرصص فيها البطاطس المحشيه، بس ندوقها الاول برضه. يعني عايزه حاجه بسيطه، ملح. هي مش محتاج ملح اكتر من كده لان هي كده الميه اللي فيها دي هتقل والملح هتلاقيه زايد لوحده. بصوا المنظر، اللون بدأ يغمق تاني، الصلصه بدأت لونها يحلو اهي، وفي نفس الوقت سبكت.
نبدأ بقى نرص البطاطس. كان عندي انا بقى الطماطم وحطين فلفل برضو بيدوا طعم وريحه حلوين للبطاطس. الفلفل ده في البطاطس برضو بيدي طعم وريحه حلوه قوي. مش حاجه عندك بتخسر في المطبخ، طول ما انت واقفه بتعملي اكل تبصي تلاقي حاجه بتجيلك من هنا وحاجه بتجيلك من هنا، فكره تجيلك من هنا، ما لا بترمي حاجه ولا بتسيبي حاجه، كلها فوائد للاكل وطعم. كل ما تكتري في الخضار والالوان في الاكل كل ما بتزودي القيمه الغذائيه. خلاص كده هنسيبها تغلي شويه على النار، مش كتير طبعا لان هي قلت لكم كده كده مستويه، كل حاجه فيها مستويه، هي بس يا دوب هتتسبك شويه وتنشف حبه الدمعه بتاعتها دي الصلصه، وتبقى البطاطسيه ببطاطستها بقى. هندخلها الفرن بقى دلوقتي ونشوف بعد ما تطلع من الفرن تبقى شكلها ايه. شايفين ولا اجمل ولا اطعم من كده بقى، وهتدوقوا وهتشوفوا. يا ريت تجربوها وتدوقوها وتقولوا لي رايكم، ويا رب تعجبكم، واللي تعجبه يحط لايك واللي ما تعجبوش يحط لايك برضه عشان انا تعبت في عمايلها. انتوا شايفين من الالف للياء انا عملتها. اللحمه اتعصجت والبطاطس اتقشرت واتقورت واتحمرت والقلب بتاعها اتحمر وبعدين اتحشت، وبعد كده عملت لها الصلصه بتاعتها والتسبيكه وعنا. يعني بصوا خطواتها قدامكم كلها. تعبت ولا ما تعبتش؟ لايك يعني لايك، ماليش دعوه ان شاء الله دلوقتي هحطها في الفرن، ولما تطلع من الفرن هوريها لكم وان شاء الله هتعجبكم. وتعالوا اتفضلوا معانا. دلوقتي احنا هنعمل بقى رز، عشان كده جنب البطاطس يبقى احنا كده خلصنا الاكل بتاعنا. طبعا الكل بيعرف يعمل الرز، بس قلنا برضو ايه للي لسه مبتدئين لسه بيدخلوا المطبخ الصغيرين يتعلموا برضو. هنحط معلقتين سمنه كبار. احنا هنعمل 3 كوبايات رز، تمام. هنحط برضو الرز بيحب السمنه مش قليله ومش كتير قوي برضو، بس ما تبقاش قليله، ولو بالزبده بيبقى طعم جدا بصراحه. واحنا هنسيح السمنه ونحط الشعريه. الرز بالشعريه برضو بيبقى طعم قوي اهو، زي 4 معالق شعريه كده. نعلي بقى النار. اهم حاجه وانت بتبدأي ما تبقاش النار عاليه عشان ما تلاقيش ايد الحله اتحرقت، تلاقي الحاجه اتحرقت منك قبل ما تلحقي تحطي لها الميه او تحطي بقيه حاجتك. فتبقى انت اللي مسيطره على الدنيا. طول ما النار واطيه طول ما انت مسيطره على كل حاجه. هنحمر الشعريه وفي نفس الوقت الرز احنا غسلينه. 3 كوبايات رز احنا غسلينه، وفي نفس الوقت احنا حاطين في الكاتل 4 كوبايات الا ربع ميه. يعني نفس الكوبايه اللي عيرنا بيها الرز هي اللي عيرنا بيها الميه. 3 كوبايات رز هنحط لهم 4 كوبايات الا ربع، يعني 3، وكل كوبايه بنحط لها ربع كوبايه ميه، وعلى حسب الرز بتاعك برضو. جربي برضو ما تزوديش ميه قوي عشان ما يعجنش منك، ما تزوديش ميه في الاول كتير. بس انا الرز بتاعي كل كوبايه رز بياخد كوبايه وربع ميه. فاحنا هنسيب الشعريه تتحمر، وقلنا ايه احنا غسلين الرز والميه في الكاتل بتغلي. اول ما الشعريه هتحمر هنعمل ايه؟ هننزل عليها بالرز المغسول، واول ما تقلبيه تقلبتين كده تروحي نازله عليه بالميه المغليه. اوعي تحطي ميه ساقعه، الميه المغليه، وطبعا تكوني مملحاه. بدأت تحمر اهي. خدوا بالكم من ايدين الحلة، هي دي اهم حاجة. النار لما تبقى عالية ساعات بتمسك ايد الحلة. استني كده لغاية ما الشعرية تاخد لون حلو معاكي كده، شوية بيضة عشان الرز ابيض وهي تبقى فاتحة بيبقى شكل الرز مش حلو، لكن ولا هي غامقة طبعا، اللون المعقول يعني غامقة حبة. شايفين اهو قدام عينيكم اللون اهو. يا رب يكون اللون واضح في الكاميرا. اهو كفايه كده.
ننزل بقى عليها بالرز على طول. يا ريت نوطي النار في المرحله دي الكوبايات كلهم. نعمل ايه بقى؟ نبدا نقلب وندخل الشعريه المحمره مع الرز. شايفين؟ وما تطولوش برضه، احنا مش بنحمر الرز. عرفتوا ايه بقول لكم؟ بيحب السمنه. كل ما الرزايه اتغلفت بالسمنه في المرحله دي كل ما تتاكدي ان الرز مش هيعجن معاكي. زي ما تيجي تسلقي المكرونه ومش بتحطي لها زيت، اهو ده بالظبط كده. ملح. الزيت بنحطه برضو ليه للمكرونه علشان خاطر متلزقش في بعض وتعجن. ونفس الشيء الرز اهو دلوقتي بنحط له السمنه ونقلبه اهو فيها اهو، نغلف كل الرزايه بالسمنه علشان ما يعجنش. في المرحله دي بقى خلاص كده بدات الرزايه هتتحمر مننا، احنا مش عاوزين كده. هنحط الملح معلقه ملح كبيره ونقلب. ولسه بنحط الميه ندوق برضو الملح زي ما قلت لكم، معوداكم في كل اكله بنحط الملح في الاول مش كتير وندوق، وبعد كده نشوفوا لو عاوز او مش عاوز بقى احنا حرين، كل واحد على حسب المذاق اللي هو بايه بيستصيغ. خلاص كده الملح دخل فيها كلها. نجيب الميه المغليه بقى من الكتل ونحطها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. دول 4 كوبايات الا ربع، كل كوبايه بتاخد كوبايه وربع ميه. هغطي الرز كله. نعلي بقى النار ونقلب وبس. اول ما يغلي تكون انت مولعه النار الصغيره وموطياها، تروحي نقلها على العين الصغيره على طول وتسيبيه ربع ساعه بالكتير. هتلاقي الفلفل بقى زي الفل. خلاص كده. بصوا بقى بدأ يغلي اهو. اروح انا بقى اشغل له النار الصغيره اللي هيتم سوا عليها. طبعا احنا عارفين النار بتاعت الرز بتبقى نار واطيه خالص عشان لو عاليه هيشيط. اهو شايفينه بيغلي ازاي. اول ما يغلي كده شكرا هروح نقلها بقى على العين اللي انا شغلتها ووطيتها، والعين دي نقول لها ميرسي. خلاص كده وان شاء الله ربع ساعه بالكتير. بصوا احنا بس نسيت اقول لكم حاجه، دي المرحله دي ممكن تقلبي فيها الرز كمان حبه، ما ينفعش تقلبيه. لو قلبتيه كمان حبه بقى هيتكسر منك ويبقى مش حلو. تمام خلاص اقفلي عليه بقى وسيبيه ونسيبه بقى ربع ساعه، وبعد كده ايه تعالي افتحي عليه وهنشوف هيبقى شكله عامل ازاي.